رجعت لكم ببارت جديد، وده هيكون آخر بارت لأننا كده نكون وصلنا للمؤلفة، وكل 4 شباتر هننزل بيهم حلقة جديدة. يلا بينا نبدأ. اتعصب مايكل جدا لدرجة إن خرجت منه طاقة سحرية خلت البرج كله يهتز. قالت هيلي إحنا لازم نعالج الطفلة بسرعة، بس الأول لازم إن احنا نوقف غضب مايكل. فضلت هيلي تنادي على مايكل وتقول له اهدى، أنا عارفة إن أنت زعلان جدا، بس دلوقتي أهم حاجة إن احنا نعالج جيانا. وكملت خلينا نبدأ من إن احنا نفك قيودها من السحر، بس أنت عارف ده مش مجال سحري، فاعمل أنت كده. وفعلا فك مايكل قيادها وسط ظهور كل السحرة اللي كانوا موجودين في البرج، وده لأن هم شافوا كدمات جروح كتيرة جدا على جسمها ووشها، وقعد يقولوا ده أثر هجوم سحري عليها. وافتكر مايكل كلامها ليه وهي بتقوله إن الحاجة الوحيدة اللي مخليها عايشة لحد دلوقتي هو نفسها بس. اتعصب مايكل جدا وقال قلتلك إن أنت لازم تخلي بالك من نفسك. وفجأة راح على صوته وقال أنا خلاص مش هقدر أستحمل أكتر من كده. استغربت هي اللي هو بيقوله بس مشي مايكل وسابها. راح قال لها هاسيب لك أنت علاج الطفلة. سألته هين وأنت هتعمل إيه؟ قال لها هتكلم مع والدها بشكل رسمي، لازم أبلغه بخصوص كل اللي حصل ده دلوقتي. وفعلا راح مايكل لدياميد وقال له إن في موضوع مهم قوي هو عايز يقوله له. وكمل مايكل إحنا لقينا بنتك فاقدة الوعي، واضح إن في حد من سحرة البرج اكتشف إنها تنين وفكر إن هو يأذيها. رد عليه دياميد بمنتهى البرود طيب وبعدين؟ صدم مايكل من اللي هو بيسمعه وردة فعله، راح قال له إيه؟ هو مش هتعمل أي حاجة؟ رد عليه دياميد وأنا إيه علاقتي بأي حاجة ممكن تحصل للتنينة دي؟ التنانين جنس متكبر وبيشوفوا إن البشر أقل منها، ولو حد من الجنس ده اتصاب يبقى شيء كويس جدا، ويمكن كمان يبقى أحسن إن هو يموت. استغرب مايكل وقال له بس دي طفلة. قعد يميت وقال له مايكل هو أنا مش قلتلك قبل كده إن أنت ما تمشيش ورا مشاعرك؟ قلتلك مليون مرة إن التنينة دي مش بنتي، بس اللي أنا مش فاهمه هو أنت ليه مهتم قوي كده بالموضوع ده؟ ما تقوليش إن أنا صعبانة عليك. فكر مايكل بتعاطف أنا كل اللي أنا شايفه إن أنا مش هقدر أتجاهل البنت دي. كمل دياميد سيبك من الأفكار دي، ويا ريت كمان تسيبك من المشاعر دي لأنها بتخليك مشتت. إنك تظهر تعاطف وأخلاق تجاه جنس مختلف دي حاجة ما فيهاش أي فايدة. قطع مايكل كلامه وقال له على الأقل اعترف بالطفلة دي، لازم تعترف إنها فرد في البرج السحري، حتى يعني لو مفيش أي مبرر رسمي لحد دلوقتي لوجودها. وعلى فكرة أنا بشتغل دلوقتي على إجراء سحر تحقق من النسب. اتعصب دياميت وقال له هو أنت بتقول إيه؟ أنت بتهزر؟ ولا التنينة دي هي اللي قاعدة تتحايل عليك؟ رد عليه مايكل لأ، أنت فاهم غلط، أنا أخدت القرار ده من نفسي. سأله ديميد بحدة وقال له رد عليا، اللي أنت بتقوله ده بصفتك ساحر في البرج السحري؟ أنا قلت لك بشكل واضح إن أنت لازم تعالج موضوع التنينة دي، وكان حجتك ساعتها إنها هتكون مفيدة لدراسة طبيعة جنس التنانين. معايا دلوقتي بتقول غير كده؟ واضح إن أنت عايز تحميها. وكمل دياميت واضح كمان إن أنا اديتك أكبر من حجمك، حقيقي أنت خيبت أملي. اتعصب مايكل جدا وقال له للدرجة دي الموضوع صعب؟ ده مجرد إن أنت تخفف قواعد البرج شوية، الموضوع يعني مش محتاج منك أكتر من كلمة واحدة. أنا عارف إن أنت مش المفروض إن أنت تتكفل بابن أخيك اليتيم، بس ده كان تصرُّف نبيل جدًا منّك، بس الموضوع بيبقى مختلف لمّا يكون أب وبنته. خرّج دياميد طاقته السحرية وبعدين مسكه من رقبته وقال له: "هو أنت بتحاول دلوقتي تمثّل إن إحنا عيلة؟ أنا أعرف إن كان في واحد في حياتي أحمق، خسر حياته كلّها بسبب إن هو فضل يتمسّك بروابط الدم. عارف ده مين؟ أخويا اللي هو أبوك، اللي مات عشان ينقذ حياتك." وللأسف الأحمق ده كان مصدّق بروابط الأسرة. افتكر مايكل اللي حصل زمان وإزاي باباه فعلًا حاول إن هو يحميه، وبقى عمّال يطمّنه رغم إن هو بيموت. سابه دياميت وقال له إن هو مجرد ضعيف وبيحب كمان ناس أضعف منه. اتضايق مايكل وبقى بيسأل هو أنا ليه عاجز كده؟ كنت عاجز زمان وعاجز دلوقتي كمان إن أنا أحمي طفلة صغيرة زي دي. نروح بقى لجيانا اللي كانت قاعدة جنبها هيلي، كانت عمالة تفكر عن السبب اللي حصل بسبب كل ده. وقالت هيلي إن واحدة من القواعد الموجودة في البرج السحري إن اللي يعمل فتنة لازم يتعاقب، بس كالعادة لما بتبتدي الأبحاث في سحرة كتير قوي بيخالفوا القواعد. وواضح إن المرة دي في حد لاحظ جيانا وعرف إنها تنين وكان عايز يستخدمها كمادة تجريبية، وسهل أوي إن أنا أعرف هو مين.
أنا ممكن أعاقب اللي عمل كده بنفسي. بس يا ترى سيد البرج السحري هيوافق على ده؟ قالت هيلي إن قواعد البرج السحري بتطبق بس على أفراد البرج السحري، بس مش بتطبق على جيانا لأنها من خارج البرج، ولو هي اتدخلت في الموضوع ده هي كمان هتتعاقب. فكرت هيلي، أنا بجد مش عارفة هعمل إيه. وجيانا نايمة بقت عمالة تنده على مامتها. فكرت هيلي إن والدة جيانا توفت من زمان، واضح جدا إن جيانا حتى مش فاكرة شكلها، عشان كده بتدور على أنهي أم. ورغم إن الطفل حاولت إنها تظهر قدامها إنها قوية ومتماسكة، بس واضح إن الموضوع ده مأثر فيها جدا. واضح كمان إن انت جيتي هنا عشان تدوري على أبوكي، اللي باين جدا إن وجوده زي عدمه. دخل عليهم في الوقت ده مايكل. سألته هيلي عملتي إيه عند رئيس البرج؟ قال لها إن هو مش مهتم باللي حصل، وإنها لو ماتت دي هتبقى حاجة كويسة جدا. ردت هيلي إنها كانت عارفة إن هو هيقول كده. قال لها مايكل أنا مش عايز البنت دي تفضل كده، هتفضل في خطر، حتى يعني لو هضطر إن أنا أتحمل العقوبة دي لإني ما سمعتش أوامر سيد البرج، بس برضه مش هقدر إن أنا أسيب الشخص اللي أذاها كده. قالت له هيلي أنا موافقاك، بالرغم إن إحنا قليل جدا لما نتفق إحنا الاتنين. على العموم سيب لنا الموضوع ده. سألها مايكل أنت متأكدة إن أنت هتعرفي تتصرفي في الموضوع ده؟ ردت عليه هيلي أيوه، أنا عشت بما فيه الكفاية، عشان كده مش مهتمية أوي باللي هيحصل. أنا أهم حاجة عندي دلوقتي إن أنا أعاقب الناس اللي عملوا كده. صحيح أنا كانت نيتي إن أنا أقضي السنوات الباقية من عمري من غير مشاكل، بس نصيبي كده. أعمل إيه؟ الطفلة دي لازم إن إحنا نهتم بيها. نروح بقى للساحر اللي حاول إن هو يأذي جيانا، واللي كان موجود في القاعة مع السحرة، بس مغطي وشه طبعا المصاب. سأل واحد من زمايله أنت كنت فين؟ إحنا ما شفناكش. رد عليه الساحر إن هو مشغول بتجارب بيعملها. لما شاف الساحر التاني وشه قال له هو أنت إيه اللي حصل لك؟ رد عليه الساحر إن في واحدة من التجارب دي انفجرت في وشه. استغرب صاحبه وقال له خد بالك إحنا مش هواه. بعدين سأله سمعت اللي حصل؟ دول قالوا إن الطفلة الصغيرة اللي كانت مع مايكل حصل عليها هجوم، ومايكل وهيلي متضايقين جدا، فيا ريت نبعد عنهم الفترة دي. رد عليه الساحر أكيد هبقى بعيد عن مايكل وهيلي، وراح مشي وسابه. بعد ما مشي الساحر فضل يفكر وهو مرعوب جدا. أنا هعمل إيه؟ أنا مرعوب جدا بسبب النضارة المفقودة دي. أنا ممكن أكدب إن أنا ضيعتها قبل الحادثة، بس الطفلة دي لو صحيت وشهدت عليا هعمل إيه؟ بس هدى نفسه وقال مش هيحصل حاجة. الطفلة دي كده كده مش عضو في البرج السحري، وسيد البرج مش مهتم بيها، وبالتالي مهما عملت مش هيحصل حاجة. عشان كده أنا لازم أقتل الطفلة دي، ما ينفعش أسيبها تتكلم. بس وهو ماشي ظهرت له هيلي ونادت عليه. طلعت منها قوة سحرية وقايدته بيها، وعرفت كمان إنها تسحب منه القوة السحرية بتاعته. قالت له هيلي للأسف أنا اللي مسكتك. أخدته هيلي وحطته في غرفة وقيدته. طلب منها الساحر وهو بيتوسل لها إنها تسيبه يمشي. قالت له هيلي معقولة؟ ما عداش غير أسبوع واحد بس وبدأت تزن. اه صحيح، ما أنا ما كنتش بقدم لك غير مية بس. وكمان نسيت إني أسيبك تنام. بس أقول لك حاجة، جيانا بتتألم أكتر منك بكتير. قال لها الساحر أنا ما كانش في نيتي أي أذى ليها، أنا بس كنت عايزة آخد مساعدة منها. ردت هيلي مساعدة؟ أنت بتقول اللي أنت عملته ده كان اسمه مساعدة؟ أظن إن أنت بتقول كده لأن أنت كنت عايز تأذيها أو تقتلها لما تنتهي صلاحيتها، مش كده؟ اتعصب جدا الساحر، بس هيلي قالت له أنا قابلت ناس كتير أوي زيك، مفيش داعي إن أنت تحاول تقدم أعذار. مسكت النضارة وقالت له على فكرة أنا شفت كل حاجة من خلال سحر التتبع. أنا شفت كل اللي أنت عملته في جيانا. توصل لها الساحر إنها تسيبه يعيش. قالت له هيلي بصراحة أنا عايزة أطلب منك طلب، يا ريت تساعدني أنا كمان لأن أنا عندي دواء عايزة أجربه. اترعب الساحر وكملت هيلي ما تقلقش قوي كده، لو حصلت مشكلة هعالجك بطريقة. الترياق ده هيشفيك على طول، ولما تخف هكمل التجربة عليك تاني. لما تبقى عايز تستخدم حد كمادة اختبار لازم تكون مستعد إن أنت كمان ممكن تبقى مادة اختبار، مش كده؟ اترعب الساحر جدا وهيلي بصت له وقالت له ها ايه رأيك نلعب مع بعض لعبة صغيرة قوي. نروح بقى لجيانا اللي كانت في أحلامها شايفة نفسها في مكان ضلمة، مش عارفة هي رايحة فين ولا جاية منين، وعمالة تفكر أنا في حياتي دي أو حتى في حياتي السابقة ما كانش ليا أي مكان، وما كانش فيه أي فايدة من معرفتي عشان أعرف أعيش. وقعدت تقول مش الأحسن إن أنا أسيب نفسي لحد ما أغرق؟ أنا مجرد شخصية ثانوية محدش مهتم بيها أصلا. بس سمعت حد بيقول لها
أنتِ ثمرة حبي. كانت واقفة وباصة على مامتها وهي بتكلمها وهي لسه صغيرة، وباصة على عينها وهي بتقول لها: "أنتِ عينِك حلوة أوي، باباكِ عنده نفس العيون الجميلة دي، بس دخل عليها حد وقال لها بسبب طفل من بشري هتموتي كده؟ يا خسارة، كان ممكن تعيشي فترة أطول لو كنتِ اتخليتِ عن الطفل الهجين ده." كحّت الأم وكان بيخرج من بُقّها دم، وندهت الأم باسم جيانا. ردِّت التنينة التانية وقالت لها: "إيه ده، هو أنتِ خلاص سميتيها جيانا؟" قالت ريتشي: "أنا عايزة أدّيكِ الطفلة دي، عايزاكِ تاخدي بالِك منها وتراعيها." بس ردِّت عليها التنينة وقالت لها: "ما أظنش إن هيبقى في موافقة عليها من السلالة." ردِّت عليها ريتشي: "بس على الأقل حافظي على حياتها." وطلبت منها إنها تقسم بيمين سلالة التنانين، وفعلًا قسمت التنينة وعيّطت ريتشي، لإنها ما كانتش عايزة تسيب بنتها بدري كده، وقالت لها إن في الأول ما كانتش مهتمية بإمتى هتموت، بس بعد ما شافتها بقت بتكره الموت جدًا، وخايفة جدًا إنها تسيبها لوحدها. قالت جيانا: "هو اللي أنا شايفاه ده أنا ما شفتوش في الرواية الأصلية، كأني لسه عايشاها دلوقتي، بس هو ليه أنا باشوفها دلوقتي؟" المهم فقت جيانا على صوت قوي جدًا، وفتحت عينيها لقت مايكل بيتخانق مع هالي، وعمّال يزعق، ولسه هي هترد عليه ويكملوا الاتنين خناق مع بعض، لقوا جيانا بتنده عليهم، وقامت وقعدت على السرير. اتبسط جدًا مايكل وبقى مبسوط إن هو سمع صوتها مرة تانية، وراح حضنها وهو بيقول لها: "أنتِ عارفة أنا بسببِك قلبي كان هيقف من الخوف، أنا مبسوط جدًا إن أنتِ صحيتِ." اعتذرت لهم جيانا وقالت لهم: "أنا آسفة، أنا ما كنتش عايزة إنها أقلقكم عليَّ." شالت هالي مايكل من قفاه وقالت له: "ابعد كده شوية." وراحت سألت جيانا: "هو أنتِ كويسة، حاسة بأي وجع؟" ردت عليها جيانا: "لأ، أنا كويسة، وكمان حاسة إن أنا كويسة جدًا، بالذات إن أنا عرفت أنام." ردت عليه هالي: "ده حقيقي، أنتِ نمتِ هنا 10 أيام، بس عادي." استغربت جيانا من الرقم وقالت لها: "10 أيام! أنا نمت كل المدة دي؟" كملت جيانا: "في الحقيقة أنا مش فاكرة، أنا بس كنت حاسة إن أنا كنت عايشة في حلم طويل أوي." سمعت مايكل وهو بيقول: "أنا مش هاعمل كده تاني." ما سمعتهوش جيانا وقالت له: "أنا سمعتك بتقول حاجة." رد عليها مايكل: "لأ، أنا ما باقولش حاجة." قطعته جيانا وقالت له: "لأ، أنا سمعتك." قال لها مايكل بعصبية: "هو أنا مش قُلت لِك إن أنتِ ما تورطيش نفسِك بالشكل ده؟" سألتهم جيانا: "هو أنتم عرفتوا إيه اللي حصل؟ ده غير لحظة واحدة، هو مش كان في ساحر موجود في المكان اللي أنا وقعت فيه؟" قال لها مايكل: "مش مهم، أنا هاروح بقى آخد راحة لإن أنا عندي شغل كتير أوي." وبعدين هيلي قالت لها جيانا: "هو أنتِ مش جعانة؟" حست جيانا إن هُم بيحاولوا ما يردوش على السؤال بتاعها، ولاحظت إن هُم بيهربوا من إجابتها. قالت لهم: "هو أنت عملت إيه بالسحر؟" قال لها مايكل: "هو أنتِ ليه عمّالة تسألي نفس السؤال كل شوية؟" ردِّت عليه جيانا: "لإن أنا حاسة إن أنا عايزة أقابل الشخص ده." قال لها مايكل: "لأ طبعًا مش مسموح لِك إن أنتِ تقابليه، وكده، كده لو دَوّرتِ عليه مش هتلاقيه، ومش هتقابليه تاني أساسًا بقية حياتِك." قالت لها هي جيانا: "ما تقلقيش، إحنا خلاص اهتمينا بالموضوع ده." سألتهم جيانا: "هو سيد البرج عرف اللي حصل؟" رد عليها مايكل: "آه عرف." قالت له جيانا: "هو بأي حاجة اقتنع، أنا مش عضو في البرج السحري." قال لها: "مش محتاجة تعرفي كل التفاصيل دي، دي حاجة تخُص الكبار بس." قامت جيانا من على السرير وقالت لمايكل: "لو ما قُلتليش إيه اللي حصل بالضبط، أنا هاروح لسيد البرج مباشرةً وأسأله." اتصدم مايكل وقال لها: "طب لو جرى لِك حاجة وأنتِ رايحة له؟" قالت لها هيلي: "أنا مش عايزة أكدب عليكِ، بس إحنا خلاص عاقبناه، وكمان من غير ما نقول لرئيس البرج السحري." قالت لها جيانا: "كنت عارفة، بس أنا ما كنتش عايزاكم تتحمّلوا مخاطر بسببي." بعدين قالت لهم: "أنا هافضل طول عمري مديونة لكم، بس لو سمحتوا ما تعملوش كده تاني، ما فيش داعي إن أنتم تقلقوا عشاني، أنا كويسة جدًا." خرجت هيلي ومايكل من غرفة ديانا وفكّرت هيلي: "كنت فاكرة إن أنا ومايكل اتصالحنا أخيرًا، بس واضح إن الحرب الباردة رجعت تاني." فكّرت في كلام جيانا وقعدت تقول: "أنتِ تباني ضعيفة جدًا، إزاي مش عايزاني أقلق عليكِ؟ حقيقة إن أنتِ عندِك جاذبية زي جاذبية الحيوانات الصغيرة." وفضلت تفكّر: يا ترى أعمل إيه عشان أزوّد حذري كسنجابتي الصغيرة؟ وبعد أسبوع راح مايكل للسوق المركزي في العاصمة برّه البرج السحري، وفجأة وهو ماشي لقى جينا هي كمان موجودة في السوق. سألها: "هو أنتِ إيه اللي جابِك هنا؟" قالت له: "طلبت مني هيلي إن أنا أساعدها في شراء حاجات معاها، بس أنا تُهت." استغرب مايكل إن هو كان المفروض يقابل هيلي العجوزة دي دلوقتي، وكان مع جيانا رسالة. فتحت جيانا الرسالة لقت هيلي راسمة لجيانا خريطة عشان يقابلوا بعض، وكتبت لهم في الورقة: "استمتعوا بوقتكم سوا." واختفت الخريطة.
اتعصب جدًا مايكل وقال: "ضحكت عليَّ تاني." وجيانا ماشية ورا مايكل كانت عمّالة تخبط في الناس وتقول لهم: "أنا آسفة." قرّب منها مايكل لإنها مش عارفة تمشي وسط الناس لوحدها، وقال لها: "تعالي امسكي إيدي، أنا مش عايزِك إن أنتِ تتوهي تاني، وعلشان ما تفهمينيش غلط، أنا مش باسمع كلام العجوزة، أنا بس عايزِك إن أنتِ تمشي براحتك في السوق، من غير يعني ما كل شوية تتوهي منّي، وده على فكرة جزء من تدريبي ليكِ، أنتِ محتاجة تتعلمي شوية حاجات عن الجانب المرن من العالم البشر." قالت له جيانا وهي فاهماه أوي: "تمام، بما إن كده أنا برّه البيت ما تخلّيني أعمل أي حاجة تسليني، ما فيش أي حاجة ممكن لطفل في سني يعملها في البرج." وفي نُص السوق كان واقف راجل وقاعد يقول للناس: "يا جماعة اللي في السوق، تعالوا شوفوا الطفلة الصغيرة دي وهي لأول مرة هتبتدي في مسابقة رمي السهام، لو كسبت هيبقى عندها فرصة إنها تختار الجايزة اللي هي عايزاها." نرجع بقى لجيانا اللي كانت مصدومة من الوضع اللي هي فيه، إنها أصلًا ما كانتش عارفة يعني إيه أصلًا رمي السهام، وقالت: "أنا عمري ما رميت سهم قبل كده." الله مايكل وهو بيشجعها: "باقول لِك إيه يا صغنّة، أنا ما اشتركتش عشان ما ازعّلكيش، بس لو ما خدتيش المركز الأول مش هاسامحِك." قالت جيانا: "هو أنت بتعتبر الكلام اللي أنت بتقوله ده تشجيع؟" بس سمعت الناس وهُم عمّالين يقولوا: "مش بدري أوي على الطفلة في سنِّك إنها تبدأ رمي السهام." وحد تاني يقول لها: "يمكن عايزة تعمل ذكريات، بس هي شكلها cute أوي." والناس عمّالة تشجعها وتقول لها: "يا صغنطوطة حظ سعيد." ركّزت جيانا وبدأت ترمي أول سهم، وفعلًا أصابت الهدف وجابت 100%. وفي المرّة التانية أصابت برضه الهدف صح، وكمان في المرّة التالتة وأخدت 100 نقطة. والناس بقت بتقول: "مش ممكن، أنتِ مرشح قوي جدًا عشان تفوز، دي حصلت على أعلى نتيجة من أول مشاركة ليها." اتصدم الناس ما كانوش مصدقين، بس مايكل كان واقف بكل فخر وقال: "أكيد طبعًا شاطرة، هي أخت مين دي يعني، دي نتيجة طبيعية أوي." بس وهو واقف سمع صوت 2 عمّالين يتكلموا: "مش أنت كنت فاكر إن أنت اللي هتفوز بالمسابقة دي؟ مش أنت قُلت بفلوس المسابقة دي هتاخد بيت؟" وعمّال يقول له: "دي مجرد طفلة صغيرة، أنا هاعرف أهزمها كويس أوي." خلّصت جيانا دورها وجه الدور على الشاب اللي كان بيتكلم، اللي قعد يفكر إن هو هيعرف يكسب البنت دي بدون أي رحمة. المهم وهو جاي يرمي السهم الأولاني اتدلق الولد على وشه، ما كانش مصدق اللي حصل له، وجرب يرمي السهم المرة التانية وفجأة لقى نفسه بيقع تاني. هو كان فاكر ازاي نفسه هيكسب، وقالوا كلهم أكيد النتيجة اتحسمت لصالح الطفلة. كل ده طبعا لأن مايكل كان حاطط التاتش بتاعه. وطبعا لما أعلنوا إن جيانا هي الفائزة قال لها إنها تختار الجايزة اللي هي عايزاها. قال لها مدير المسابقة: "بس دي مش جايزة، دي هدية من أحد المشاركين." بس جيانا قالت له إن هو ده اللي هي عايزاه، وأخدت فعلا الدبدوب. الله مايكل، أنتِ سِبتِ كل الجوائز القيّمة دي ورُحتِ جبتِ دبدوب، عشان كده ما باحبش اللعب مع الأطفال. قالت له: "بس أظن يا سيد مايكل إن أنت ساعدتني بالسحر، مش كده؟ أظن المنافسة دي لازم تكون نزيهة وعادلة، بس استخدام الحِيَل وأنت كبير كده يعني مش طفل، ده مش صح على فكرة." الله مايكل، إيه ده، هو أنتِ بتتريقي عليَّ؟ في الوقت ده راجل كبير في الشارع قال لها: "إيه ده، الطفلة cute أوي، أنتِ خرجتِ مع أخوكِ عشان تلعبوا سوا مع بعض؟ أنتِ مبسوطة صح؟" ردِّت جيانا: "أيوه أنا مبسوطة أوي." الله الراجل الكبير واضح إن أخوكِ بيلعب كويس. بصت على مايكل واستغربت طريقة الراجل في الكلام، بعدين كمل الراجل: "إيه رأيِك إن هو يجيب لِك بونبوني؟ هيبقى طعمه حلو أوي في بُقِّك." اتبسطت أوي لمّا شافت جيانا البونبوني، فرح الراجل وقال لها: "خلاص، روحي لأخوكِ واحكي له عليه وهو هيشتري لِك أكتر من كده." بصت جيانا لمايكل وعينيها كلها مسكنة، بس بص لها مايكل بتقل وبقى عمال يكحكح. قالت له جيانا: "سيد مايكل، أنت شكلك تعبان ووشك أحمر." أول ما سمع الراجل كلمة سيد مايكل قال لها: "إيه ده، هو أنتم مش إخوات؟ واضح إن أنتِ مش أخته، تستعملوا مع بعض كلام رسمي. أنا آسف على اللي أنا كنت باقوله." اتعصب مايكل وقال له: "هو أنت بتقول إن إحنا متحفظين في الكلام مع بعض؟" خَف الراجل وقال له: "لا، لأ، أنا مش قصدي كده، ما فيش داعي إن أنت تتضايق." مسك مايكل الراجل من رقبته وقال له: "هو أنت مالك أنا أخوها والّا لأ؟ أنت عندك مشكلة في كده؟" خافت جدًا جيانا وقالت له: "بغض النظر عن سبب عصبيته، بس إحنا لو فضلنا كده في وسط السوق دي هتبقى مشكلة كبيرة جدًا." ندهت جيانا لمايكل وهي ماسكة في إيديها حلوى وقالت له: "ممكن تشتري لي الحلوى دي؟ عايزة أجرب كل النكهات الجديدة." وهي بتطلب منه كده بصّت له المسكنة ونادته أخي. اتصدم مايكل لمّا قالت له أخي وبقت بتسأل هو ماله، اتصدم كده ليه؟ بس واضح إن أنا عرفت أهدّيه، بس برضه أنا مش هاقدر آكل كل الأكل ده في يوم واحد. قرر مايكل بقى إن هو يلعب دور الأخ الأكبر، وبقى عمّال يقول لها مش محتاجين إن إحنا ندمّر صحتنا، ما فيش أحسن من إن إحنا ناكل واحدة بس في اليوم، ما ينفعش إن أنتِ تاكليهم كلّهم مرّة واحدة.
قعدت تفكّر جيانا، واضح إن هو مبسوط إن هو عرف يتحكّم فيّا. المهم قعدوا جنب النافورة بقى كل شوية يدّيها واحدة ويقول لها يالّا بقى دوقيها، قولي لي إيه رأيِك؟ فضلت تفكّر جيانا لو بقيت كل يوم آخُد 2 هاقدر أخلّص الكمية دي إمتى؟ كانت مبسوطة جدًا وهي عمّالة تفكّر في الحلويات اللي هي اشتريتها. كلّم ماما مايكل وقال لها: "هو أنتِ تعرفي أنهي نوع من السحر؟" قالت له: "أنا ما أعرفش غير السحر الأسود بس." قال لها: "طيب خلاص من النهارده هابتدي إن أنا أعلّمِك السحر." اتصدمت جيانا وقالت له: "أنت هتعلّمني السحر؟" قال لها: "مايكل مالِك مش واثقة فيّا والّا إيه؟" قالت له: "لأ خالص." بس أنا مستغربة، صعب يعني ومن النادر إن ساحر هو اللي يعلّم السحر. قال لها: "لو عايزة تفضلي عايشة في البرج السحري لازم تعرفي إزاي تحمي نفسِك. أنا مش هاتكلم في الموضوع ده مرتين، ركّزي عشان مش هاعيد الشرح. في حاجة عند السحرة اسمها السِمة، وفي أنواع كتيرة جدًا من السِمات، زي السماء والظلام، كل واحد بيبقى عنده سِمة واحدة بس هي اللي بتناسبه. من الصعب التعامل مع سحر السِمات الأخرى، وأظن إن عند التنانين كمان، يعني مثلًا أنا ساحر السِمة بتاعته هي السما، علشان كده باعرف أتحكم بحرية في السحر المتعلق بالطقس، بما في ذلك يعني سحر الرياح وكده. تحبي إن أنتِ تجربي؟ قالت له جيانا أيوه. قال لها مايكل إنها تغمض عينها وتفتح إيدها وتركز طاقتها كلها. ندهت له جيانا وقالت له: "هو اللي أنا باعمله ده صح؟" بص مايكل لقاها بتجمع رياح كتيرة جدا، مبقاش فاهم هو ده عشان هي تنين ولا إيه. بص عليها مايكل وفضل يفكر: "أنت حقيقي شبه سيد البرج جدا، أنت فعلا بنته." فضل السحر يزيد جدا وما كانش مايكل عارف يسيطر عليه. طلب منها مايكل إنها توقف السحر بسرعة، أصرّت عليه جيانا إنها مش عارفة تعمل ده إزاي. قال لها: "خلاص وقّفي اللي أنتِ عمّالة تجمّعيه ده بإيدِك." وهي بتوقّف السحر وجّهت الرياح بالغلط في الأرض، وبقِت عمّالة تطير. قال لها مايكل: "هو إيه اللي أنتِ بتعمليه ده انزلي، أنتِ المفروض بتوجّهي الرياح لفوق مش لتحت." فكّرت جيانا: طَب أعمل إيه دلوقتي، أنا باطير، يا ترى أتحوّل لتنين؟ بس للأسف أنا جناحاتي صغيّرة جدًا، فحتى لو اتحوّلت لتنين ده ما لوش فايدة، وكمان لو وقعت في أسوأ الحالات هاموت. أنا لسه من كام يوم بس كنت هاموت على إيد ساحر، دلوقتي هاموت لإن أنا وقعت عشان ما عرفتش أستخدم السحر. وبعدين أنا مش عارفة أتحكم في السحر خالص، لإن الرياح محوطاني من كل حتة، أكيد في طريقة تانية." وافتكرت كلام مايكل وهو عمال يقول: "أنتِ ليه بتنزّلي الرياح لتحت؟" وقالت نفسها يبقى كده هو عنده حق. وفعلًا فكرت جيانا إنها تودّي الرياح في اتجاهات مختلفة، وفعلًا عملت كده وعرفت جيانا إنها تتحكم في السحر، ووقعت وسط الناس. فضلوا الناس عمالين يقولوا: "هي إزاي وقعت كده من السما، هي دي ساحرة؟" وبصوا عليها وقالوا: "لأ دي مش ساحرة دي طفلة، بس هي لسه عايشة." وبعدين قامت جيانا على الأرض وهي مبسوطة إنها لسه عايشة، بس لقت إن تحتيها الأرض مش صلبة، بصت تحتيها لقت واحد نايم تحتها. فضلت تفكر وواضح إن هو اتهرس. قامت جيهانة وفضلت تعتذر وتقول له: "أنا آسفة." ما بقتش عارفة هي هتعمل إيه لو فعلًا مات بسببها. الناس بقت عمّالة تقول: "إيه ده يا طفلة، هو أنتِ كويسة، أنتِ مصابة؟" قالت لهم جيهانة: "لأ، أنا كويسة، بس مش مهم أنا، المهم الشخص ده." قالوا لها: "ما تقلقيش، ده لِص مشهور أوي في السوق، والساحرة الصغيرة دي هي اللي عرفت تمسك اللِص ده." اتصدمت جيهانة وقعدت تقول: "الشخص ده لِص؟" في الوقت ده جالها طفل كده تاني من سنها وقال لها: "أنا عايز أشكرِك على إنِّك ساعدتيني." ونزل على ركبته وقبّل إيدها. وكل ده وجيانا واقفة مش مركّزة غير في جماله ووسامته. فضل الولد يقول لها: "لولاكِ كان هيحصل شيء فظيع جدًا، اللص ده سرق كنز من عيلتنا." بصّت ديانا وراها وقالت: "كنز عيلتك؟" فكّرت جيانا بالرغم من كل ده هو إزاي عرف يبوس إيدي؟ فكّرت هو ده شخص من عيلة نبيلة والّا حاجة؟ وبكده نكون وصلنا مع المؤلفة، وكل ما هتنزل 4 حلقات هننزّلها. استنوني بقى في part جديد، مش هاتأخر عليكم، باي.